الراجل ده عمل فكرة عبقرية جدا. بعد ما فقد رجله بسبب سرطان العظام اكتشف الحقيقة المرة: الطرف الصناعي بيكلف أكتر من 20,000 دولار، وبالنسبة لناس كتير الرقم ده معناه مفيش فرصة تانية للمشي. بس بدل ما يستسلم سأل نفسه سؤال بسيط: طب ما أجرب أعمل واحدة بنفسي. استخدم مهاراته في النجارة وجاب قطعة خشب صلبة وبدأ يشكلها لحد ما بقت شبه الرجل. بصبر وتركيز نحت الشكل ونعم كل زاوية فيها، وبعدين ركز على صناعة القدم الخشبية، ودي كانت محتاجة عناية أكبر بكتير. ظبط المقاس والزاوية بدقة عشان تتحمل وزنه وتخليه واقف متوازن. صنفر السطح كله ودور الأطراف بعناية متناهية. القدم كان لازم تبقى شبه الطبيعي بالظبط، لأن أي غلطة صغيرة ممكن تأثر على مشيته. وفي الآخر عشان يضيف راحة ومرونة ركب مساعد صدمات بتاع عجلة. حركة ذكية امتصت الصدمات وخلت الحركة شبه الرجل الحقيقية. التكلفة بقى أقل من $100. هو مش بس رجع يمشي، ده أثبت إن بالإبداع كمان ممكن نحل مشاكل حقيقية ونغير حياة الناس. قول لي بقى في الكومنتات، هل الفكرة دي فعلا تستحق، ولا الأفضل الإنسان يشتري طرف صناعي وخلاص؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.